هنعمل النهاردة رغيف مش عادي، رغيف يفتح النفس ويقفل الكلام. رغيف بطاطس محشي لحمة مفرومة، مقرمش من بره وجوسي من جوه. بس مش هنعمله لوحده، هنعمل معاه ديبنج كله دلع مع مخلل البيتي بيكمل الحكاية ويخليك تغمس وما تزهقش. استعدوا لانه حرفيا هيبقى ادمان. اول حاجة غسلت 3 حبات من البطاطس، نشفتهم وقشرتهم. قطعت البطاطس مكعبات، حطيتهم في حلة، غمرتهم بالمية وسلقتهم. صفتهم من المية كويس وضفتهم في بولة. بدأت أهرسهم، هرستهم بالهراسة وممكن بالشوكة. ضفت عليهم معلقة صغيرة فلفل أبيض، معلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة صغيرة ملح. ضفت عليهم معلقة كبيرة من الزبدة الدايبة، وضفت حليب مدوبة فيه معلقتين كبار من وش الحليب. قلبت كويس لحد البطاطس ما بقت كريمي وناعمة. في طاسة دوبت معلقة كبيرة من السمن وممكن زيت. لما سخنت كويس ضفت عليها بصلاية مبشورة، قلبتها. لما لونها اتغير وبقى أصفر ضفت عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم. حضرت ربع كيلو من المفروم، ضفته شوية بشوية على البصل علشان المفروم يقفل مسامه وما يفقدش السوائل. ضفت كمان ثمرة من الفلفل الأحمر المفروم بارد أو حامي، وضفت كمان ثمرة من الفلفل الأخضر المفروم برضو بارد أو حامي حسب ما انتوا بتحبوا. بهرت بمعلقة صغيرة ملح، فلفل أسمر وبابريكا وكبابة صيني. لو مش متوفرة الكبابة الصيني تقدروا تحطوا بهارات لحمة. قلبت وضفت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. سبت العصاج على النار لحد ما اللحمة يتغير لونها وكل السوائل تتبخر، وسبتها شوية تبرد. وفي الوقت ده قطعت عجينة البطاطس ل8 قطع متساوية. بصوا الرغيف ناعم وكريمي ازاي. دهنت بفرشة فيها زيت وحطيت قطعة من عجينة البطاطس، دهنتها بالزيت وفردتها بالنشابة. وبأي قطعة عملت شكل الرغيف. شلت الزيادة ورشيت بقسماط مطحون. حطيت عجينة البطاطس وشريحة من جبنة البرجر، ضفت عليها المفروم وشوية من الموتزاريلا، وبعدين حطيت الوش التاني من الرغيف وقفلت كويس. رشيت بقسماط مطحون وكررت ده مع بقية الكمية. برشه بقسماط وبعدين احط الرغيف، وبعدين شريحة الجبنة وعليها المفروم، واخر حاجة بقفل الرغيف برغيف تاني واوزع عليه بقسماط مطحون. رصيت عيش البطاطس وحطيته في التلاجة لحد ما اعمل الدبنج. في بولة ضفت معلقة كبيرة من الزبادي، عليها معلقتين كبار من المايونيز ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، عليهم معلقة كبيرة من العسل. قلبت وفي بولة حطيت كوباية من المية المغلية، عليها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الشطة ومعلقة كبيرة من الخل. حطيت كمان ورقة لوري وفص ثوم مفروم. ضفت عليهم شرايح الخيار، غطيته لحد ما اللون اتغير،
وبقى جاهز للأكل. حطيت الخيار المخلل على بلانشة وقطعته قطع صغيرة. حطيت المخلل على الديبنج، وكده بقى عندي أحلى ديبنج وألذ تغميسة. حطيت الديبنج في برام، في طاسة دوبت زبدة مع زيت، وضفت عليهم رغيف البطاطس. غطيت دقايق لحد ما ياخد لون ذهبي. قلبت الرغيف على الوش التاني وضفت زبدة. غطيت لحد ما اخد اللون الذهبي على الوش التاني. بصوا محمر ولونه يجنن ازاي. قطعت الرغيف، سامعين صوت القرمشة؟ جوسي من جوه. شايفين مطة الجبنة؟ تجنن. مش عارفة اوصف لكم الطعم قد ايه يجنن. طعمه يجنن وسهل جدا، مش هيكلفكم اكتر من ربع مفروم. وقطمة ورا قطمة مش هتقفوا أكل منه. الطعم المقرمش مع الجبنة بيخلوا رغيف البطاطس طعمه رهيب. ومن غير ما نعجن ولا نخبز في الفرن، وبس في الطاسة وفي 5 دقايق بقى عندنا أحلى حواوشي يجنن ويستاهل بقكم. تقدروا كمان تعملوا رغيف البطاطس قبلها بيوم وتشيلوه في التلاجة لحد وقت الأكل. ووقت الأكل تحمروه لحد ما يقرمش وياخد اللون الذهبي الجميل. وبألف هنا على قلبكم.